بداية أرسلنا سيارات إسعاف إلى المعابر، معبر طبقة ومعبر رقة لاستقبال النازحين، وإذا كان يتواجد معهم حالات مرضية تستوجب نقل سيارة إسعاف من أجل نقلهم إلى المشافي الخاصة والعامة. وأيضا اليوم قمنا بتجهيز عيادات متنقلة. هذه العيادات ستكون مداومة في المعابر على مدار 24 ساعة استقبال الحالات المرضية كأمراض أطفال والنساء وجميع أنواع الأمراض، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم. اتخذنا قرار كهلال أحمر كردي بنصب خيم في جميع مناطق شمال شرق سوريا لمساعدة أهلنا المتضررين والنازحين من لبنان. وعن طريق قناتكم نطلب من جميع أهالينا تقديم المساعدة اللازمة حسب الإمكانيات المتوفرة لهم لنقوم بتلبية ولو جزء بسيط من احتياجات شعبنا النازحين من لبنان. امبارح كان في كم حالة مرضية بمعبر منبج معبر طبقة، قمنا بنقلهم إلى المشافي العامة وسعفنا هناك 24 ساعة بالمعبر. حاليا يمكن وصل عدد النازحين الداخلين إلى مناطق شمال شرق سوريا حوالي 7500 نازح. في لنا اتصالات وعلاقات قديمة مع المنظمات الغير حكومية الدولية، قمنا بتوجيه دعوات لهم فورا وطلبنا منهم تقديم المساعدة حسب الإمكانيات. وأيضا طلبنا عن طريق النداء المقدم قبل قليل من المنظمات الدولية الأمم المتحدة، اليونيسيف، الصحة العالمية، تقديم ما يلزم من إمكانياتها لوضعها تحت صرف الهلال الأحمر الكردي لكي نكون على قد المسؤولية ونتحمل عبء هذه الموجة من النازحين. وأيضا طلبنا من أهالينا في شمال شرق سوريا أيضا يقدموا حسب إمكانياتهم بعض من احتياجات هؤلاء النازحين. نقوم بإنشاء مخيمات أو مراكز إيواء كالمدارس، وهذه المراكز تتطلب جميع مستلزمات الحياة، سلات غذائية، سلات صحية، فرش، مياه، خزانات مياه، جميع أشكال الحياة مطلوبة. حاليا لم نقوم بإنشاء مراكز الإيواء. سنقوم بتقييم الوضع، إذا كان يستوجب إنشاء مراكز إيواء سوف نقوم بتجهيز مراكز الإيواء بالاشتراك مع الإدارة الذاتية الديمقراطية. والمنظمات الدولية أيضا كان لديها موقف إيجابي في تقديم المساعدة. نعم.